اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض البرجر، وهنعمله بتكايه كده جايباها من صحاب محلات، ناس كده فاتحه محلات قالوا لي على التركايه دي. فقلت اقولها لكم. المكونات اللي معايا كيلو من اللحمه المفرومه، وبشرت عليها ليا مجمده عندي في الفريزر، فبشرتها كده خدت منها شويه. ممكن انت تجيبي اللحمه تكون ملبسه. وبعد كده معايا معلقتين بقسماط ومعلقتين كبار طحينه، وعايزه بياض بيضه. انا هنا معايا البيضه، هفصل الصفار عن البياض. ومعايا بقى التوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودر وبهارات، 7 بهارات او اي نوع بهارات عندك. هنحط المكونات كلها على بعضها، وبعد كده نبدأ نعجن فيهم كويس جدا لحد ما اتأكد ان هما كل المكونات دخلت في بعض. وبعد كده ابدأ ان انا اسيبها في الفريزر ترتاح شوية او في التلاجة، وبعد كده ابدأ بقى ان انا اعمل البرجر بتاعي. هنا خلاص كنت طلعت البياض وهشيل الصفار، نبدأ بقى نشتغل. لازم اضيف البياض على الطحينة واقعد اقلب فيهم كويس جدا الاول. لازم نقلب كويس جدا. هنا بقى ابدا ان انا انزل بكيلو من اللحمه المفرومه. ممكن تقولي للراجل انا عايزه اللحمه دي تكون ملبسه او فيها دهن، او انتي تبشري عليها اي دهن من عندك، تضيفي انتي عليها من عندك. وبعد كده هحط معلقتين البقسماط، بقسماط ناعم عادي من اللي احنا بنستخدمه في البانيه والحاجات دي. الحقيق بتاعي زي ما قلنا ملح، فلفل اسود، بس الفلفل الاسود يكون كتير، وده برضو سر من اسرار البرجر ان الفلفل الاسود يكون كتير. توم باودر، بصل باودر، و7 بهارات او اي نوع بهارات عندك. وبعد كده احط بقى الطحينه وبياض البيضه اللي احنا ضربناهم سوا، واضرب الكلام ده كويس جدا مع بعض، اعجنه كويس جدا لحد ما اتاكد ان كل المكونات دخلت مع بعض. وبعد كده اسيبها تستريح شويه في الفريزر، بسيبها تستريح 5 دقايق في الفريزر او 10 دقايق في التلاجة لحد بس ما اجهز الكياس اللي انا هشتغل بيها. انا هنا جبت اكياس تلاجة عاديه جدا اللي هي بتاعت السندوتشات، فصلتها بعيد عن بعضها وقطعت كل جزء فيها على 2، يعني الكيس الواحد عمل معايا 4 قطع من القطع اللي انتوا شايفينها المربعه دي اللي انا هحطها ما بين كل برجرايه والتانية. تمام كده. طيب نيجي بقى لمرحله تشكيل البرجر. انا ما عنديش المكبس بتاع البرجر، وقعدت برضو ادور على غطا بلاستيك ينفع اعمل فيه برجر، ما لقيتش. طب اعمل ايه؟ جبت سلطانيه كده زي دي، او لو انت عندك علبه جبنه نستو كرتون عادي استخدميها برضو نفس الاستخدام، بدليها بس بدل السلطانيه الفخار دي. وبعد كده تجيبي بقى البرجر تعمليه كوره وتحطيه فيها، وتحطي كيس تاني عليها، وبعد كده تكبسي باي حاجه تقيله من فوق. انا هنا بس كنت عايزه اوريكم ان انا شكلتها بايدي، ما شاء الله ارتاحت في الفريزر لمده 5 دقايق. بقت تتشكل لوحدها، ولا محتاجه مكبس ولا غطا بلاستيك ولا علبه جبنه نستو قديمه ولا اي حاجه. بصي كده هتلاقيني عملتها بايدي ومكبوسه كويس جدا وحجمها مناسب جدا. يعني بصوا اهي، شايفين المنظر؟ حاجه كده جميله جدا.
بجد ما شاء الله قطعت معايا كمية كبيرة. والسمك بتاعها انا هعمل لكم فيديو تاني عن ازاي هسوي البرجر. اهو بصوا السمك بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، مليان. دي بقى البرجرايه اللي احنا بنروح نشتريها بمبلغ وقدره، هي بقى دي السمك اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا كنت عايزه بس اكبسها، فحطيت فوقيها كيس تاني، وجبت غطا بتاع برطمان يكون عندك، وبعدين ابدا ان انا اكبس بيه على اللحمه علشان بس تمسك في بعضها وما تفكش مني على النار. ده الغرض منها يعني، من حته الكبس اللي احنا عملناها. لكن انت تقدري تعمليها بايدك عادي ومش هتفك برضو، ودي على ضمانتي، بس تكوني اللحمه زي ما انت شايفاها كده. هنا هعمل لكم واحده كمان برضو، هعمل اللحمه كده كوره اكورها واحطها فوق الكيس، واحط فوقيها كيس تاني، وابدا اضغط عليها بالغطا ده. لو انت عندك ميزان ممكن تخلي كل قطعه 200 جرام او 150 جرام زي ما انت عايزه. لو انت عايزه تعملي البرجرايه حجمها كبير تعمليها على 200 جرام. لو البرجر اسفه معلش، لو الكايزر اللي عندك حجمه صغير ممكن تعمليها على 150 جرام. يعني انت بتبقي مظبطه حالك يعني. بصي سهله جدا، ما خدتش اي وقت معايا، مش متعبه نهائي. مش محتاجين المكبس بتاع البرجر علشان نعمل البرجر، مفيش حاجه توقفنا نتصرف نعمل اي حاجه. اخلص بقى باقي الكميه وارجع لكم تاني. هنا بقى خلاص كنت خلصت كل الكميه، بس كنت برصصهم في الصينيه. لو انت عندك اي علبه بلاستيك حطيهم جواها وغطيها وشيليها علشان تشتغلي بيها مش اقل من يعني ربع ساعه او تلت ساعه في الفريزر علشان تشتغلي بيها لو انت مستعجله عليها. لكن لو انت مش مستعجله خلاص انت بتخلصي الكميه اللي عندك وبعد كده بتشيليها في الفريزر، ووقت الاستخدام بس طلعي من قبلها بشويه صغيرين جدا، 5 دقايق مثلا، بس تفك الكيس اللي عليها عشان تعرفي تسويها وتبقى مستويه كويس جدا من كل الاتجاهات. كده معايا كام قطعه، حوالي من 19 ل 20، مش متذكره العدد بالظبط. ما شاء الله سميكه جدا. هعمل لكم فيديو اعمل لكم فيه البرجر اسويه لكم، وهوريكم بقى الصوص بتاع البرجر بيتعمل ازاي، ولو كان في اي اضافات جنبيه، وهنشوف بقى سندوتش البرجر مكوناته عامله ازاي، وهتشوفوا السمك بتاعها عامل ازاي. ما شاء الله. وبكده الحلقه بتاعتنا تكون انتهت. يا رب تكون عجبتكم. مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسيش بقى تتابعيني على الفيسبوك او اليوتيوب على حسب بتشوفيني فين.